السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اليمن على الحافة، قوة الحوثيين تتفجر والمفاجأة القادمة تهز مياه البحر الأحمر. فماذا تخطط صنعاء؟ ما قبل العاصفة حين تحركت صنعاء وارتبكت الرياض. السعودية تتحرك بصمت والحوثيين يعلنون المفاجأة الكبرى. صنعاء تقرأ المشهد وتعلن قواعد اشتباك جديدة. الميناء مقابل الميناء والمطار مقابل المطار، والبادئ أظلم. تضييق الخناق الدولي الآن في الشرق الأوسط. خلال الأيام الأخيرة فجرت حركة أنصار الله الحوثية مفاجأة سياسية حين أعلنت في بيان رسمي نشرته وكالة سبوت بأن أي استهداف سعودي لسفن ميناء الحديدة سيقابله رد شامل بإغلاق موانئ جدة وينبع وسائر الموانئ السعودية. لم يكن هذا مجرد تهديد، بل كان إعلانا صريحا بأن البحر الأحمر دخل رسميا في دائرة النار. تقارير غربية من بينها تقرير لموقع GNS الأمريكي أكدت أن المملكة بدأت بالفعل بتشديد موقفها العسكري، مستندة إلى قرار أممي جديد يسمح بتفتيش السفن المتجهة إلى الحديدة في المياه الدولية. الرياض وفق نفس التقرير أعادت توزيع جزء من قواتها البحرية ورفعت جاهزية منصات الرادار والاستطلاع في مواقع تمتد من جيزان إلى شمال باب المندب. ووفق محللين يمنيين يدرك الحوثيون أن لحظة ما بعد الهدنة ليست لحظة ضعف بل لحظة قوة، خصوصا بعد توسع شبكاتهم العسكرية في الحديدة وصعدة وتطوير قدراتهم في الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية، وهو ما جعلهم يعلنون بشكل صريح المعادلة الجديدة: الميناء مقابل الميناء والمطار مقابل المطار، والبادئ هو الأظلم. هذه العبارة التي تردد صداها في الإعلام الدولي عكست ثقة غير مسبوقة لدى صنعاء ورسخت فكرة أن أي مواجهة جديدة لن تكون كالسابق. ووفق تقارير بحثية نشرت في لندن وباريس نهاية نوفمبر، فإن الغرب بات يعتبر البحر الأحمر شريانا استراتيجيا لا يتحمل المفاجآت الحوثية. لكن السؤال الذي طرحته صحيفة نيويورك تايمز كان لافتا: هل تستعد السعودية لمواجهة مباشرة ضد المحور الإيراني اليمني؟ والإجابة كما تلمح الصحيفة ليست بعيدة. الرياض تعيد التفكير في خياراتها، وخصوصا بعد تحركات الحوثيين على خط الملاحة المؤدية إلى باب المندب. خلال العامين الماضيين طور الحوثيون قدراتهم البحرية، فأدخلوا الزوارق السريعة المسيرة والألغام البحرية الذكية والصواريخ المضادة للسفن بمدى يتجاوز 200 كيلومتر والطائرات المسيرة الاستطلاعية البحرية. هذه التطويرات جعلت أي تحرك سعودي في البحر الأحمر محفوفا بالمخاطر. عندما أعلنت الولايات المتحدة نهاية الشهر الماضي إعادة تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم تخريبي، التقط الحوثيون اللحظة واعتبروها فرصة لإرسال رسالة سياسية مزدوجة. في تصريح بارز نقلته وكالة سكاي نيوز، قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة: حين صنفنا نحن منظمة تخريبية احتفل الإخوان، واليوم جاء الدور عليهم ليذوقوا ذات الكأس. التصريح أثار زلزالا سياسيا، ليس لأنه موجه للإخوان فقط، بل لأنه رسالة إلى واشنطن تقول: صنعاء لم تعد تخشى الاصطدام بالدول الكبرى. وفي تطور آخر، هددت وزارة الإعلام التابعة لصنعاء بحظر منصة فيسبوك بعد حذف الأخيرة عشرات الصفحات اليمنية المناهضة للكيان. صنعاء اعتبرت الخطوة جزءا من تمهيد أمريكي لجولة تصعيد جديدة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي. وعلى مدى 8 سنوات انتقل الحوثيون من جماعة محاصرة في جبال صعدة إلى قوى إقليمية تناور على مستوى البحر الأحمر والخليج. التقارير الغربية أرجعت ذلك إلى 3 عوامل رئيسية. أولا، التطور العسكري النوعي بالصواريخ البالستية الدقيقة والمسيرات الهجومية بعيدة المدى ومنظومات رصد واستطلاع متقدمة ووحدات بحرية باتت تشكل تهديدا استراتيجيا للممرات الدولية. ثانيا، التحالفات الإقليمية، فارتباط الحوثيين بمحور طهران دمشق حزب الله منحهم عمقا استراتيجيا وقدرات لوجستية لم تكن متاحة لهم في السنوات الأولى من الحرب.
ثالثا، الانهيار السياسي في جبهة الخصوم، فالخلافات بين القوى اليمنية المناهضة للحوثيين والارتباك داخل المجلس الرئاسي المدعوم من الرياض سمحت لصنعاء بملء هذا الفراغ. فالرياض حاليا تعيد الحسابات كيف أمامها خصم لم يعد كما كان، فمن حرب الاستنزاف أصبحت حرب الأعصاب. السعودية تدرك اليوم أن الدخول في حرب جديدة مع الحوثيين سيكون مكلفا وربما غير مضمون النجاح، فقدرة الحوثيين على ضرب العمق السعودي من جدة إلى ينبع إلى أبها باتت أكبر مما كانت عليه في عام 2019. رقم 2، سيناريوهات المواجهة المقبلة. السيناريو الأول، حرب بحرية محدودة تركز على تعطيل السفن في البحر الأحمر وخصوصا خط جدة باب المندب. السيناريو الثاني، ضربات جوية مركزة على الحديدة وصنعاء، لكن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام ردود موجعة تطال منشآت حيوية بأرض المملكة العربية السعودية. أما السيناريو الثالث، وساطات دولية لتهدئة جديدة، وهذا خيار لا تزال الرياض تفضله حتى اللحظة، لكن المؤشرات لا تعبر عن نجاح قريب. التقارير الاستخباراتية الغربية وخاصة تلك التي نشرت في واشنطن خلال نهاية الشهر الماضي ألمحت أن الحوثيين أنهوا خلال الأشهر الماضية اختبارات على منظومة صاروخية جديدة قادرة على الوصول إلى عمق البحر المتوسط عبر تحليق مديد. تقارير أخرى تحدثت عن طائرات انتحارية بحرية قادرة على الغوص تحت سطح الماء قبل الوصول للهدف، وصواريخ كروز معدلة دخلت الخدمة الفعلية، وقدرات حرب إلكترونية تم الحصول عليها من إيران ولبنان. هذه المعطيات دفعت خبراء عسكريين للقول والتأكيد أن المفاجأة القادمة لن تكون صاروخا واحدا بل منظومة كاملة تغير قواعد اللعبة. ورغم الاحتقان الإقليمي فإن المشهد الداخلي اليمني لم يبتعد عن التوترات، ففي الجنوب ساحة صراع في ظل الترقب. المجلس الانتقالي الجنوبي يعيش مرحلة ارتباك إذ يخشى أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى فتح جبهات داخلية تضعف قواته. رقم 2، مأرب عقدة لا تفك، فلا تزال مأرب نقطة التوازن بين أطراف الصراع، والحوثيون يرسلون رسائل غير مباشرة بأن بقاء الهدوء فيها رهن بما ستفعله المملكة العربية السعودية بالبحر، وقرار ترامب السابق ثم قرار واشنطن الأخير بإعادة تصنيف الجماعة وضع الإخوان في موقف حرج، وصنعاء لم تترك الفرصة تفلت فأرسلت رسالتها النارية: حين احتفلتم بتصنيفنا لم ننسى واليوم جاء الدور عليكم. الإخوان أصبحوا الآن أعداء للسعودية وأعداء للحوثيين، وتصنيف أمريكي يضعهم تحت الضغط وتراجع نفوذ داخل اليمن. وبنهاية الشهر الماضي لم يعد السؤال هل تندلع الحرب، بل أصبح متى وكيف ومن يبدأ. فالمشهد حاليا معقد، الحوثيون أكثر قوة من أي وقت مضى، السعودية تعيد تموضعها عسكريا، وواشنطن منخرطة في اليمن بشكل غير مباشر. البحر الأحمر بالكامل يغلي، القوى اليمنية المتصارعة تبحث عن موطئ قدم، وفي وسط كل ذلك تعيش المنطقة على واقع مفاجأة حوثية يقال إنها ستغير قواعد الاشتباك. اليمن اليوم لا يقف على حافة حرب فقط، بل على حافة مرحلة جديدة من توازنات القوى بالمنطقة. الهدنة لم تكن نهاية الصراع، بل كانت استراحة محارب قادم بصوت أعلى وأشد تأثيرا. ومع دخول البحر الأحمر بدائرة النار وارتفاع حدة الرسائل المتبادلة وظهور قدرات عسكرية جديدة لدى الحوثيين، يبدو أن الشرق الأوسط يستعد لفصل أكثر اشتعالا. الأسابيع المقبلة ستكشف ما إذا كانت العاصفة ستنطلق أم أن الأطراف ستتراجع خطوة قبل أن تصل النار إلى السقف الأخير. اللي كمل معانا لنهاية الفيديو ياريت يدعم الفيديو باللايك والاشتراك. شكرا لكم، إلى اللقاء.